اتمسكي ببيتك، اتمسكي ببيتك على قد ما تقدري. انت دلوقتي لا فيكي حيل ولا صحة ولا عمر تفتحي بيت جديد، ولا تكونيش فاكرة بيت ابوكي لسه ليكي فيه مكان. ما تبقيش هبلة. مهما كنت خفيفة برضه تقيلة، كفاية الهم اللي هتسحبيه في ديلك وانت رايحة بيت ابوكي اللي ما صدقوا فضوا مكان لغيرك. وحتى لو في مكان برضه هتحس انك غريبة، خصوصا لو اخواتك لسه موجودين هيحسوا ان انت مضايقاهم في بيتهم، وهيتضايقوا منك ومن عيالك. قد ما تقدري املي بيتك حب وعشرة واحترام. استحملي سخافات جوزك، ما هو لو رجعتي بيت ابوك ياما هتستحملي. عاملي جوزك برفق وبلين. اوعي تكوني فاكره لما تراقبي جوزك وتدوري وراه تبقي كده بتحمي بيتك. وحياة ربنا هو اللي عايز بيخون بيخون. مهما تعملي مش هتقدري تغيري طبعه، فاعملي نفسك مش واخده بالك. المهم تحافظي على نفسك ودينك واولادك، نفسك وصحتك، نفسك ومستقبلك، نفسك وعقلك، رأيك، نفسك نفسك نفسك. المهم نفسك اولا واخيرا. زوج ولا اولاد ولا مجتمع ولا اي حد هينفعك. اللعبة كلها تكمن في انك تسد ودانك وامشي بمبدأ اعمل الصح وامشي عدل يحتار عدوك فيك. خدي بالك من اولادك وحافظي على البيت علشان خاطرهم، وجزاكي هتلاقيه عند ربنا ان شاء الله. علشان تفكري تهدي بيتك لازم تكوني جاهزة ان انت تبني واحد تاني غيره. لازم يكون معاكي فلوس، عندك وظيفة، قادرة تحمي نفسك وتقفي في وش الطيار. هتربي لوحدك. خدي بالك لانك مجرد ما هتخلعي واحدة تانية هتيجي تتحط مكانك، وساعتها لا هيكون عندك وقت ولا فلوس لولادك. ومشاكله كتير او مريض وخايفة على نفسك يبقى تعيشي، وبدل ما تهدي البيت على دماغه حاولي تصلحي وتعمري وتعملي ليكي سلطة وجذور وقرار واختيار وحياة داخل حياتك. الحياة مش راجل بس، الحياة فيها حاجات كتيرة حلوة غيره برضو. بص لولادك بالدنيا وما فيها. اتعلمي، العلم اقوى من السلاح. العلم مش حتة شهادة وتقدير، العلم قوة، حياة، مستقبل. واياكي سامعة، اياكي تركزي على اصلاح اللي حواليكي قبل ما تصلحي من نفسك. شوفي الناقص عندك فين وكمليه. عقلك نميه، بيتك عمريه، ولادك صاحبيهم، جوزك خف من على ودانه وفردي بوزك، حماتك خفي تعومي. حددي علاقتك وحجميها بالنسبة للي حواليك ووسعيها على نفسك. ما تحوشيش وتحرمي نفسك وأولادك وتحرمي جوزك من العيشة اللي نفسه يعيشها، لأنه هيدور عليها مع غيرك. افرشي بيتك بأحسن المفروشات. طلعي المفارش اللي انت شايلاها، طلعي طقم الصيني اللي شايلاه في المتحف اللي اسمه النيش. شربي الشاي في طقم الشاي، مش خسارة فيه. حسسي ان الدنيا حلوة معاكي. اهتمي بنفسك. انا عارف ان انت بتبخلي على نفسك، لا بتجيبي هدوم ولا بتروحي للكوافير ولا بتجيبي مكياج ولا بتجيبي حتى كريمات للترطيب، وانا عارف